لكن هي باختصار قوادة بمدينة نصر كان عندها 30 شقة للدعارة، واعترفت في النيابة وعملت ثروة ضخمة جدا إنها كانت بتأجر الشقق أيام اعتصام رابعة لعناصر كثيرة من الإخوان، وقالت بالاسم وبتقول، عشان أنا كنت فجرت أنا موضوع جهاد نكاح الجهاد ده ولا جهاد زمان، وشنوا عليا حملة الإخوان في كل أنحاء العالم. الأيام بتثبت اللي أنا قلته زمان صح، لأنها قالت أنا قلت الرقم ده ساعتها قبل 14 أغسطس، وأنا قلته بناء على تقارير صحفية من جوه يا رب. هي في اعترافات النيابة بتقول إن هم كانوا بيجوا يأجروا النص ساعة ب 500 جنيه تحت اسم جهاد النكاح، وبتقول إن هي كانت بتجيب لهم مغربيات يتجوزوهم، وأنا آسف يعني مش عايز أقول جنسيات، في جنسيات مختلفة كانت بتيجي في هذا الموضوع. هي يعني مش هقول اسمها، هي سين قضية بتحمل رقم 8779، وبتقول انها كانت متجوزة من رجل اعمال وطلقت، وبعدين سيطرت على 30 شقة في مدينة نصر، وبتقول ايام اعتصام رابعة العدوية معظم الاخوان اللي انا كنت بشوفهم في التلفزيون وبسمع عنهم كانوا بيجوا لي وبيأجروا مني الشقة النص ساعة ب 500 جنيه. تحيات النيابة.